زنقه الكلاب بتاعت الامتحانات. عقلنا ما بيستوعبش الارقام الصغيره. يعني السر فين؟ طيب احنا اتكلمنا ازاي تبتدي السنه الجديده، وانك بدل ما تقعد تكتب في اهداف كتير ابتدي نفذ الاهداف اللي انت كنت حاططها. طيب احنا عاوزين دلوقتي طريقه خلينا على قد ما نقدر نستمر في الحاجه اللي بنعملها، مش بعد يومين او اسبوع او شهر بننسى وما نكملش اللي بنعمله. انا جاي اقول لك من تجربه، لاني لسه مكتشف امبارح ان انا مكمل 60 فيديو. ده رقم بالنسبه لي كبير، لان 60 فيديو ناس اتفاعلت معاهم، كتبت كومنتات، اشتركت في القناه، عملت لايك. اعمل الحاجات دي دلوقتي عشان بتفرق في المحتوى. فالسر فين؟ اللي اكتشفته في كتاب كيف تتعلم اي شيء في 20 ساعة، كان بيقول لك انك انت بتحط اهداف كبيرة قوي. فالهدف الكبير انت ما بتعرفش تحققه عشان كبير، فبتجيب الهدف الكبير وتبتدي تقسمه لاهداف صغيرة، وكل ما تبسط الفعل بتاع الهدف الكبير ده في يومك كل ما الهدف ده توصل له اسرع. يعني اي هدف كبير عندك كل ما تفصصه لاصغر كمية ممكنة في اليوم كل ما توصل له اسرع. طب ازاي؟ في معادلة كده، يعني دي معادلة انا اللي اخترعتها، بتقول لك ايه؟ كمية قليلة في وقت طويل بيديك نتيجة جامدة جدا، انك تعمل كمية كبيرة جدا في وقت صغير فيديك نتيجة واطية جدا قليلة. دي حرفيا زنقة الكلاب بتاعت الامتحانات. بتيجي قبل الامتحان تذاكر المنهج كله ده في كمية كبيرة في وقت قليل، فاهمني؟ وفي الاخر تدخل الامتحان تلاقيك ما اديتش كويس. عكس بقى لو انت كل يوم بتاخد حتة من المنهج قد كده، ربع ساعة في اليوم، ربع ساعة، مجرد ما خدت ربع ساعة في اليوم كل يوم هتلاقيك دخلت الامتحان على فترات متباعدة طبعا، يمكن تطلع الاول اصلا. فاحنا عقلنا ما بيستوعبش الارقام الصغيرة. يعني انا لما اقول لك اقرا كل يوم صفحة من كتاب هتقول لي يا عم الصفحة دي هتعمل لي، فاهمني؟ انا بقيت اعمل كده مع فيديوهات. يعني انا عاوز اعمل فيديوهات طويلة وفيديوهات 15 و30 دقيقة، ولكن ما بعملهاش في الاخر. ليه؟ المثاليه بقى، شغل المثاليه، عاوز اطور هنا الاضاءه، عاوز اطور الصوت كده. مجرد بقى ما شلت الفكره دي وحطيت فكره ان انت اعمل فيديو خلاص، لو واحد استفاد بس او تتفاعل مع الناس تعرفك فتبتدي تعمل لايكات، تبتدي تتشاف، فدي فرقت معايا جدا. فمجرد النظام اللي في دماغك تكسرها وتبتدي بقى بدايه نضيفه، واستغل ان احنا في اول السنه، ابتدي اعمل كده وجربها وقول لي عملت معاك ايه.